قلق يسود المدرب المنتخب المغربي قبل كأس إفريقيا المغرب 2025 بين ضغط الجماهير وطموح التتويج التاريخي قبل أشهر قليلة من الحدث القارئ الأضخم. كأس المغرب 2025 كأس إفريقيا يعيش الشارع الرياضي المغربي على صفيح ساخن، حيث يسود شعور متزايد بالترقب وبالقلق أيضا. الأنظار كلها تتجه نحو مدرب المنتخب الوطني المغربي، الرجل الذي يحمل على عاتقه أحلام الملايين من المغاربة في بطولات تقام فوق أرض الوطن وبين جماهير لا تقبل سوى بالذهب. لكن السؤال الكبير والأكبر، هل تمكن الناخب الوطني فعلا من إيجاد التوليفة المثالية التي ستحقق حلم التتويج الإفريقي الغائب منذ سنوات، أم أن الغموض لا يزال يسيطر على ملامح التشكيلة النهائية؟ المدرب الركراكي يجد نفسه هذه الأيام في مفترق الطرق بين ضرورة المحافظة على ركائز الفريق التي تألقت في مونديال قطر وأبهرت العالم، وبين الرغبة في ضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة النسق الإفريقي القوي وإضافة طابع المفاجأة في الأداء. الاختيارات تبدو صعبة جدا، ففي كل مركز أكثر من اسم لامع، وكل لاعب يريد أن يثبت أنه الأحق بارتداء قميص الأسود. لكن المدرب يعلم جيدا أن البطولة هذه المرة مختلفة تماما عن البطولات السابقة. إنها تقام في بلدنا المغرب، على أرض يتنفس فيها اللاعبون حب الوطن، وتعيش الجماهير نشوة الانتظار منذ سنوات طويلة. الشارع الرياضي يعيش حالة من الحماس الممزوج بالقلق، الكل يتحدث عن الأسماء، عن الخطط، عن من سيقود خط الوسط، ومن سيحرس العرين، ومن سيحمل على كتفيه مسؤولية قيادة الهجوم نحو المجد. الإشاعات لا تتوقف والجدل لا يهدأ، فبين من يطالب بعودة بعض النجوم الذين غابوا في الفترة الأخيرة، وبين من يرى أن الوقت قد حان لمنح الفرصة للجيل الجديد الذي تألق في أوروبا. وتتضارب الآراء، لكن الهدف واحد: الفوز بالكأس الإفريقية وإسعاد الشعب المغربي. المدرب الركراكي يعيش ضغطا غير مسبوق، فكل تصريح وكل قرار وكل قائمة موسعة يعلنها تحلل وتناقش وكأنها مباراة نهائية. إنه يعلم أن الخطأ هذه المرة لا يغتفر بتاتا، فالجماهير المغربية تنتظر وتترقب وتمني النفس بأن ترى منتخبها يعتلي منصة التتويج في الدار البيضاء أو الرباط أمام أعين العالم بأسره. التحضيرات جارية على قدم وساق، الأجواء مشتعلة داخل المعسكر التدريبي، المنافسة على أشدها بين اللاعبين. الكل يريد أن يثبت نفسه ويقنع المدرب بأنه الرقم الصعب في معادلة النجاح. لكن مع كل يوم يمر تزداد الأسئلة ولا تأتي الإجابات بعد. هل سيحافظ المدرب على نفس الروح التي عرفناها في مونديال قطر؟ هل سيستمر في الاعتماد على منظومة اللعب السريعة والانضباط التكتيكي؟ إنه سيغير أم أنه سيغير الأسلوب ليناسب طبيعة المنتخبات الإفريقية التي تعتمد القوة والاندفاع؟ الجماهير المغربية لا تنام على وقع هذه التساؤلات. من في الهجوم ومن في الوسط ومن سيكون قلب الدفاع؟ هل سيستعيد بعض النجوم مستواهم قبل ضربة البداية؟ وهل كل شيء مطروح على الطاولة والوقت يمر بسرعة؟ مدرب بين نارين، بين الحلم والضغط، بين المجد والانتقادات، بين صخب الإعلام وثقة الجماهير التي تؤمن أن هذا الجيل قادر على كتابة التاريخ. في المقابل يعيش اللاعبون حالة خاصة، مزيج من الحماس والمسؤولية. فإخواني الكرام، كما تعرفون بأن المنتخب المغربي مقبل على كأس إفريقيا بالمغرب، وكل واحد منهم يدرك أن اللعب في كأس إفريقيا داخل المغرب ليس مجرد مشاركة، بل هي فرصة لصنع المجد وترك البصمة في ذاكرة الملايين. كل يشعر أن هذه البطولة ليست كسابقتها، إنها بطولة الوطن.
يعني بطولة الشعب، بطولة الأجيال التي انتظرت هذه اللحظة طويلا منذ فترة طويلة. تبرز أسماء كثيرة يعني مرشحة لتكون يعني في قلب الحدث. نجوم برزوا في أوروبا، آخرون يعني تألقوا في البطولة الوطنية، وكلهم يتطلعون إلى أن يكونوا جزءا من تلك الملحمة القادمة. لكن القرار الأخير يظل في يد المدرب الذي يعلم أن اختياره لن يرضي الجميع. العد التنازلي بدأ والمنتخب قريب جدا من كأس إفريقيا. وكأس إفريقيا المغرب 2025 تقترب والبلاد تستعد والملاعب يعني تزين والجماهير تحضر الأهازيج والأعلام ترفرف في كل مكان. لكن السؤال الذي لا يزال معلقا في أذهان الجميع: هل يستطيع المنتخب المغربي أن يرفع كأس إفريقيا أمام جماهيره؟ هل سيترجم الحلم إلى واقع؟ هل سيكتب التاريخ من جديد على أرض الأطلس؟ إخواني الكرام، كنتمنى تعطيونا الأجوبة ديالكم إن شاء الله في الكومنتات وإن شاء الله تنتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم. ما تنساوش معكم واحد التعليق محفز وتفعيل الجرس واشتركوا في القناة. يلا نشوفكم في فيديوهات أخرى. يلا مع السلامة.